شركة مصر للطيران تتمنى لكم مشاهدة سعيدة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، كل عام وانتم بخير. دي طبعا لا طيارة لعبة، أنا مش هخترع الطيارة يعني. زي ما عودناكم هنوفر مع بعض. دي لعبة أطفال، تمام؟ طيارة بتمشي بتلف كده وبتغني. ف طبعا دي بتستهلك 3 بطاريات زي دي انرجايزر، تمام؟ انرجايزر دي ال3 دول ب30 جنيه، تستهلكهم ما بتكملش ساعتين وبتخلص. فاحنا خلاص مش عايزينها تاني، هنعمل حاجة جميلة مع بعض. أنا عملتها عشان اختصارا للفيديو وهنشوفها مع بعض. عملت لها بطارية قابلة للشحن، يعني مش هنركب بطاريات تاني، وممكن نستخدم الفكرة دي في أي لعب أطفال. طبعا عندنا لعب الأطفال كتيرة في البيت، ربنا يخلي أولادنا ويلعبوا ويفرحوا. طيب نيجي نشوف الفكرة. طبعا بيتحط هنا 3 هجرة. أنا كنسلت موضوع الهجرة، تمام، من البطاريات، وعملت بطارية زوم معايا كده، بطارية واحدة قابلة للشحن. مش عارف الصورة كده واضحة ولا لأ. بطارية واحدة قابلة للشحن، عملتها عشان وقت الفيديو وما ناخدش وقت. طيب البطارية دي يعني هي بطارية واحدة بديلة ل3 بطاريات. 3 بطاريات عندي بيدوني كل واحدة 1.5 فولت. ال3 بطاريات يعملوا 4.5 فولت، جمعناهم هيعملوا 4.5 فولت. طيب البطارية دي بتديني 3.7 فولت، يعني أقل منهم في الفولت بس أقوى منهم، لأنها أعلى منهم في الأمبير. الأمبير بتاعها عالي، الأمبير بتاعها عالي، فأعلى منهم في الفولت. دي بنشحنها، وعملت لها في تايب سي تشحن زي الموبايل بكل سهولة. طيب أنا عملت الفكرة عشان ما نطولش في الفيديو ونجرب ونشوفها مع بعض. هقفل بس مكانها، تمام. نشغل بقى. دي طبعا بتلف، بس لازم تلف على البلاط، لازم تلف يكون في بلاط عشان تلف كويس. وبتتشحن بتايب سي زي الموبايل بكل سهولة، يعني بكل سهولة بتتشحن زي الموبايل. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. دي الفكرة دي ممكن نطبقها على أي لعبة أطفال. طبعا عندنا لعب الأطفال كتير ومش بنلاقي على البطاريات، فالفكرة دي خلاص. أنا الطيارة دي خلاص كده مش هحط لها بطاريات تاني، زي التليفون بالظبط، بنشحنها تايب سي بكل سهولة. وبتقعد معانا الشحنة دي بتقعد أسبوع، البطاريات ما كانتش بتقعد ساعتين، ففكرة جميلة وموفرة. طيب حبايبي هنشرح بس فكرة بسرعة كده، الفكرة ازاي. دي البطاريات ال3 طبعا بنحطهم هنا، انتوا عارفين اماكنهم تتحط ازاي. طيب احنا خلاص كده استغنينا عنه، مش عايزين. دي البطارية اللي انا عاملها اهي، تمام. حتى هي متعلم عليها يعني احمر واسود. الاحمر موجب طبعا، والاسود سالب. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي في السوسة دي اللي انتوا شايفينها دي، السوسته دي بتبقى سالب، تمام. والصاجة ديتي بتبقى هنا، مش عارف شايفينها ولا لا، بتبقى السوسته بتبقى الموجب، اسف، والصاجة دي بتبقى السالب، تمام. انا لحمت السالب، لحمت السالب في السوسته اهي، دي السالب لحمتها، وجيت عند الموجب ولحمت الطرف الأحمر الموجب هنا، ماشي. ومتصلة بوحدة شحن USB تايب سي
وحدة شحن تايب سي، قابلة للشحن، وفيها لمبة بيان كمان تبين إن بتشحن ولا لأ. و بس هي الفكرة كده ببساطة جدا، بنحط الموجب مع الموجب والسالب مع السالب وبتتشحن عادي زي الموبايل. طيب نجرب مع بعض، نقفل كده ونجرب نشوف هتشحن كده ازاي مع بعض، نشحنها ازاي مع بعض. كده قفلناها، نحط المسمار بتاعها كان جنبنا. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف الشحن. تعالوا مع بعض نشوف الشحن. ادي الشحن تايب سي زي الموبايل خالص، عادي خالص. شايفين فيها لمبة بيان تبين اذا كانت بتشحن ولا لا. شاحن موبايل، اي شاحن موبايل، باور بانك، شاحن اي حاجة هتشحن. دي ببساطة فكرة ايه البطارية. بطارية واحدة قابلة للشحن. هي الشحنة دي بتقعد فيها أسبوع، أكتر من البطاريات. البطاريات بتقعد ساعتين، ساعتين زمان، وممكن ساعة لو بطاريات تعبانة بتقعد ساعة. يا رب أكون الفكرة عجبتكم، ومتبخلوش عليا بلايك وشير والاشتراك في القناة، وكل عام وانتم بخير. نشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله بألف صحة وألف خير. السلام عليكم.